بالنسبة لك أغنية الألوان أحسن ولا أغنية لولا البنات؟ يعني لو انا كنسمة لو هختار لا لولا البنات احلى. ليه؟ ممكن عمرو دياب يقول الكلام ده. لو إيه أنواع هغني المزيكا؟ مهرجانات هغني برضو بطريقتي تروح للشخص اللي هي بتحبه، تعترف له باحساسها وبحبها. هل بتفكري الفترة الجاية تعملي نوع جديد من المزيكا زي ما أحمد سعد مثلا عامل، وفي فنانين كتير عاملين كده؟ أحمد سعد عامل كذا ألبوم، عامل إلكترو وعامل، هل بتفكري تعملي حاجة زي كده؟ هو فعلا في اغاني جديده نازلالي الفتره اللي جايه، يعني شهر 8 هينزل فيه اغنيتين، وان شاء الله يعني في استمراريه لبعض الاغاني نازلين على طول ورا بعض. في اغنيه اسمها مختلفه، وهي برضو بتتكلم عن اختلاف المراه وان هي تحب تميزها وما تتكسفش من كونها غير اللي حواليها. دي حاجه جميله، بالعكس دي حاجه تميزها اكتر. واغنيه تانية اسمها رايحاله، وده عن واحده اخذت قرار انها تروح للشخص اللي هي بتحبه، تعترف له باحساسها وبحبها. وده على عكس اللي احنا دايما متعودين منه من اي ست، انها دايما بتستنى الراجل هو اللي يجي ويقول لها وهو اللي يبدا الاول والكلام ده. لا، ده بيقترح فكره ان طب ليه لا، يعني لما يبقى عندك قرار ويبقى عندك احساس ان انت عايز تعملي حاجه، ما تخافيش وتجرئي وروحي اعمليها، فحتى لو ده عكس المعتقدات المجتمعيه يعني. نسمة محجوب، إيه نوعك المفضل في الأغاني؟ ما عنديش نوع مفضل والله، لا انا عموما بزهق بسرعه، فانا بحب اغني حاجات كتير. يعني في حفلاتي مثلا بيبقى مجموعه كبيره جدا جدا من الاشكال اللي في الاغاني. ممكن تقدمي في مرة أو لو في عمل من الأعمال، لو حد قالك ممكن تعملي ميكس بين النوع اللي أنت بتغنيه والمهرجان أو كده، ممكن تقدمي ده؟ انا كنسمة لو انا شايفه ان الحاجه اللي انا بعملها دي مش هتقل من شأني ايا كان شكلها ايه هعملها، يعني حتى أنت لو مهرجانات. بس بتحترمي انا لو جميع أنواع هغني المزيكا. مهرجانات هغني برضو بطريقتي. ايه رأيك في أغنية الألوان بتاعت عمرو دياب الجديد؟ يعني أغنية جديدة مختلفة. يعني أنا بحس، أنا كنت من كام يوم كده قاعدة بفكر ليه ممكن عمرو دياب يقول الكلام ده. بس حسيت إنه يعني ما شاء الله الهضبة، شوف بقاله كام سنة هو قال كل الكلام، خلاص هو قال كل حاجة ممكن تتقال. ما هو ده اللي فاضل يعني. لازم، امال هيجدد ازاي؟ لما يجي يجدد لازم يجدد بكلام ما قالوش قبل كده، فمن حقه ان هو يفتح ابواب جديدة في الكلام، اصله خلاص. أصلا في ناس قالوا إن الأغنية، في ناس بتقول فقيرة فنيا ككلمات، في ناس بتقول عمرو دياب هو نوع مختلف. ما هو يعني، ما انا عشان كده بقول لك، يعني هو احنا بنتكلم برضو عن فنان بقاله 40 سنة او اكتر بيعمل فن. فبعد 40 سنة هيقول ايه او هيعمل ايه؟ ما هو لازم يختلف خالص. عشان يعمل اختلاف لازم يعمل اختلاف حقيقي. بس فهو لو يعني بالنسبة له كمان الجمهور تجارب، هو بيجرب مرة كده مرة كده.